احنا كده شايفين ما شاء الله عليها، ولا في حاجه، شايفين مفيش حاجه محروقه، مفيش حاجه ملسوعه من الجنب. تحفه تحفه بجد. شايفين المنظر اهي، دي بدوبان خالص اهي اهي. شايفين دي بدوبان ازاي، جميله جدا جدا. ورجعت لكم تاني بوصفه جميله جدا جدا طلبت مني كتير. ممكن اي راجل وهو قاعد في البيت وقت الحظر كده ممكن يسلي نفسه، يفاجئ مراته، يفاجئ اولاده بحاجه جميله جدا جدا. او المغتربين برده دايما لازم نهتم بالناس المغتربين، برده بيحبوا يعملوا برده حلويات الكلام ده. جايبه لكم النهارده اسهل وصفه حلويات، هي البسبوسه. طلبت مني كتير جدا جدا. مش هنعملها بالمعلبات، لا هنعملها بدقيق السيمولينا او السميد. دي السميد اللي احنا متعارف عليه بنجيبه من عند العطار، لان طبعا احنا زهقنا من انواع كتير من الحلويات، زهقنا من القطايف، زهقنا من الكنافه، زهقنا من الكلام ده كله، فحبينا نغير شويه. يلا بينا ندخل على المكونات سريعا سريعا كده، ويلا بينا. جايبه لكم اسهل مكونات ممكن بجد هتعرفوا تعملوها كلكم. حتى لو راجل يعني مش هنقول يعني خايب، مش متمكن يعني في المطبخ والكلام ده وفي الحلويات، ان شاء الله يعرف يعملها معانا باذن الله. او كل ست بيت اموره برده بتبوظ منها البسبوسه وشايفاها موال وفيلم كبير، بصراحه هتلاقيها جميله جدا واسهل مكونات ان شاء الله. وتجربوها وتبعتوا لي تطبيقات ان شاء الله على رقم الواتس بتاعي او رقم القناه الخاص بالقناه، هتلاقوه في صندوق الوصف ان شاء الله. اللي حابب يتواصل معايا ويبعت لي تطبيقات الوصفه دي او الحلويات اللي احنا بنعملها او اي وصفه في القناه تعملوها وتجربوها وتنجح معاكم ان شاء الله، تبعتوا لي التطبيقات بتاعتكم على رقم الواتس بتاع القناه، هتلاقوه في صندوق الوصف ان شاء الله. هسيبه لكم اللي حابب يتواصل معايا. تمام، تعالوا نشوف المكونات اللي معانا بقى. معايا هنا 3 كوبايات من دقيق السيمولينا، يعني حوالي نص كيلو سميد بتاع البسبوسه ناعم طبعا زي ما انتم شايفين اهو، تجيبوا الناعم مش الخشن. تمام، هنستخدم معاه ايه؟ هنستخدم كوبايه سمنه. طبعا كوبايه السمنه دي بنفس المعيار، كله بمعيار واحد، معيار كوبايه سكر او كوبايه وربع حسب رغبتك، وكوبايه حليب او كوبايه اللي هي كوبايه لبن باللغه بتاعتنا احنا. وهتستخدم 3 معالق من الشربات التقيل او السيرب او الكتر او عسل النحل لو متوفر عندك. تمام، ده عسل نحل هاخد منه 3 معالق بمعلقه الاكل العاديه. وهنستخدم كمان ايه؟ جوز هند. وهنستخدم طبعا انا جايبه لكم المكسرات المتوفره في اي بيت، يعني انا ما رضيتش ان انا اكلفكم في حكايه المكسرات، بس طبعا التزيين بتاع صينيه البسبوسه ليكي انت وليكي حريه الاختيار. ممكن تحطي لوز، ممكن تحطي عين الجمل، ممكن تحطي فستق، ممكن تحطي سوداني. الفول السوداني طبعا ده متوفر عندنا كلنا في. ما حبيتش ان انا اكلفكم بس في الحاجات دي. ممكن تحطي كريز برده، يعني التزيين بتاع البسبوسه ده يرجع لك انت وذوقك طبعا والمتوفر عندك وامكانيات. تمام، جايبه لكم اسهل اهوت، شايفين اسهل المكونات. دي السيمولينا. اول حاجه اللي احنا هنعملها اللي احنا هنحط ايه؟ كوبايه السمنه. طبعا مفيش بيكنج باودر يا بنات، لان دايما بسمع اللي بيتحط عليها بيكنج باودر معلقه صغيره او نص معلقه صغير، لا مفيش الكلام ده خالص، الصراحه بتبوظها تماما تماما. دلوقتي دي السيمولينا هنحط عليه كوبايه سمنه سايحه زي ما انتم شايفين كده، بسم الله. تمام اهوت. نحط كمان كوبايه جوز هند كده، طبعا لو انت حابه الكلام ده، مش حابه خلاص اهو زي ما انتم شايفين. هنبدا نقلب المكونات دي كلها مع بعض، بس قبل ما نوصي ايدينا ونسرح نفسنا هنبدا نجيب كنكه كده او كازارولا او الكلام ده كله. هنبدا نحط فيها ايه؟ الحليب، كوبايه الحليب اهو. تمام، وهنبدا كمان نحط فيها كوبايه السكر، كله بنفس المعيار يا بنات، كله بنفس المعيار، نفس الكوبايه اللي احنا بنعمل بيها كل حاجه. هناخد كمان 3 معالق من عسل النحل او الجلوكوز او الشربات او السيرب التقيل والكلام ده. تمام، 3 معالق كده اهو زي ما انتم شايفين. انا هبدا ان انا اقلب كل الكلام ده واخده كده على عين البوتاجاز على نار هاديه خالص. انا عايزه ادفي الكلام ده كله مع بعض، ادفيه مش هسخنه تمام ولا اغليه، انا عايزه بدمعه العين. تمام، هبدا كل الكلام ده ادفيه كويس. وكمان نقلب البسبوسه جوز الهند مع كوبايه السمنه مع بعض كده ونبسها، وهوريكم نبسها ازاي. بس تمام، دلوقتي انا بدفي خلاص المكونات اللي احنا حطيناها سايله مع بعض. هنبدا ان احنا نبس كده البسبوسه بكوبايه السمنه بجوز الهند. طبعا دي ما بتتعجنش، احنا بنبسها كده باطراف صوابعنا، باطراف الصوابع بتاعت الايد كده، شايفين؟ ندخل بس ونغلف كل دي سيمولينا او السميد كده بالسمنه اهو زي ما انتم شايفين كده بصوابع الايد كده. خلاص ودلوقتي خلاص بعد ما دفينا اللبن والسكر والحليب وكله على بعضه و3 معالق طبعا السيرب التقيل او العسل النحل، هنبدا اللي احنا نضيفه كده
اهو زي ما انتم شايفين. في المرحله دي بقى عايزين ايه؟ عايزين ما نعجنش، هنقلب بشويش خالص. في المرحله دي ما ينفعش العجن خالص، لو عجنتي او عجنت البسبوسه هتطلع ناشفه محجره خالص منك او منك، وطبعا هتنشف وهتبقى بايظه خالص، مش هتبقى نافعه خالص. هتبدا ان احنا نقلب بالراحه كده بشويش. هي لازم تكون سايله كده، ما ينفعش اللي هي تبقى عجينه خالص متماسكه، لا بتكون سايله كده. هنبدا بس ان احنا نقلب كويس. وطبعا بعد ما نفضيها في صينيه مدهونه دهنه سمنه، ده بيكون شكلها وقوامها كده. نبدا بس ننزل زي ما انتم شايفين. خلاص فضينا كل البسبوسه. دلوقتي بقى في المرحله دي مش هنقول عليها ايه دي السميد والكلام ده، لا دلوقتي بقت بسبوسه خلاص. هنبدا ان احنا كده. طبعا لازم نخبط الصينيه كده خبطتين 3 4 5 كده، علشان طبعا ما يكونش فيها فقاعات هوا كده وتنشفها من جوه. خبطتين جامد يعني. تمام. يلا دلوقتي فضيناها خلاص في الصينيه. هنبدا ان احنا نمسح لو في اي عجين طرطش كده من او طالع على حواف الصينيه، وتبداي ان انت تمسحيها علشان طبعا ما يتحرقش ويتعمل منك يعني في الفرن. هنبدا ان احنا نزينها بقى باي مكسرات طبعا عندك. انا جبت لكم اقل حاجه متوفره في كل البيوت يعني هو السوداني. تمام. طبعا بالشكل بقى اللي انت عايزاه والكلام ده اهو. بعد كده بعد ما نزينها بالسوداني والشكل ده كده خلاص زيناها زي ما انتم شايفين كده. هنبدا ان احنا ندخلها في التلاجة ربع ساعه. هندخلها ربع ساعه في التلاجة، وبعد كده هندخلها في الفرن بعد ما نطلعها، بعد ما تاخد ربع ساعه يعني في التلاجة. هنطلع تتشمع شويه في التلاجة ربع ساعه. بعد كده هنولع عليها الفرن. طبعا هتحطها على اول طرف خالص في الفرن عندك، هتولعي من تحت الاول الفرن، وبعد كده بعد ما تتحمر ترفعيها فوق وتولعي عليها الشوايه. طبعا هتعرفي منين اللي هي اتحمرت، هتلاقي الجوانب بتاعتها اتحمرت كده، هتعرفي كده اللي هي اتحمرت من تحت واستوت تماما. هتبداي اللي انت تولعي عليها الشوايه وترفعها فوق كده تحت الشوايه، تاخد وش التحمير. في المرحله دي ان شاء الله لما اطلعها من الثلاجه وابدا ان انا ادخلها الفرن، هنعمل مع بعض السيرب على طول والشربات بتاعها الخفيف. لازم شربات البسبوسه لازم يكون خفيف خالص. هعمله معاكم باذن الله، بس لما اخرجها من الثلاجه وادخلها الفرن وهي بتستوي في الفرن نعمل السيرب مع بعض ان شاء الله. تمام. هروح ادخلها الثلاجه وانتظروني نعمل السيرب مع بعض. تمام. دلوقتي خلاص دخلت البسبوسه بعد ما خرجتها من الثلاجه وقعدت ربع ساعه في الثلاجه، دخلتها الفرن دلوقتي على درجه حراره 200. دلوقتي هنعمل السيرب بتاعها او الشربات بتاعها. دلوقتي معايا دول 3 كوبايات سكر من دي، 3 كوبايات سكر. لو انت عامله صينيه صغيره للبسبوسه اعملي شويه سيرب او شربات يكون شويه صغيرين ما يكونش ياما. تمام. ممكن كوبايتين سكر قدامهم كوبايتين ميه. لازم يكون الشربات بتاعها او السيرب بتاعها لازم يكون خفيف. معيار السكر قد معيار الميه بالظبط، نفس الكوبايه اللي احنا عيرنا بيها السكر نعير بيها الميه. دول 3 كوبايات سكر يبقى 3 كوبايات ميه، لان لازم يكون خفيف ولازم يكون سخن اهو. تنزلي بشويش كده علشان السكر ما يتنطورش منك في حواف الحله وجوانب الحله كده ويسكر منك. تمام. ادي تاني كوبايه وتالت كوبايه. بس كده هنبدا ان احنا نقلب بشويش خالص لحد ما يدوب السكر ده، وبعدين نعصر ايه عصره ليمونه او نص ليمونه. تمام. وفي اضافات تانية هنضيفها ان شاء الله بعد ما الشربات او السيرب يخلص معانا. ما بياخدش وقت كتير خالص، حوالي يعني ربع ساعه، وبعد كده تعصري نص ليمونه وتسيبيه 5 دقايق ولا 7 دقايق كمان وتدفع عليه. اول البسبوسه بتخرج من الفرن وهي سخنه، وكمان السيرب والشربات يكون سخن، الاتنين يكونوا سخنين، تبداي اللي انت تسقي على طول صينيه البسبوسه بتاعتك، تسقيها بالسيرب او الشربات يكون سخن. خلاص يا بنات زي ما انتم شايفين دلوقتي الشربات خلص معانا. هبدا ان انا احط له معلقه سمنه بلدي. دي فعلا اللي بتميز فعلا البسبوسه بتاعتك زي بتاعه المحلات بالظبط. معلقه سمنه بلدي كده، وكمان باكو فانيليا كده سايله اهي. يا سلام يا سلام، الريحه جميله جدا جدا والله فعلا. هتبداي اللي انت تقلبي كده
خلاص احنا طافيين عليه دلوقتي حالا، والبسبوسه دلوقتي هخرجها دلوقتي من الفرن حالا، هسقيها على طول وهي سخنه، وكمان الشربات كده سخن تمام، وانا بسقيها ان شاء الله هوريها لكم باذن الله. خلاص خرجنا البسبوسه دلوقتي اهيت هي سخنه، وكمان السيرب او القطره او الشربات بتاعها سخن. هنبدا ان احنا ننزل كده بسم الله. شايفين ما شاء الله عليه. حط الكميه وهي هتتشربها باذن الله. كل ده البسبوسه هتتشربه دلوقتي، وطبعا لما تتشرب السيرب او الشربات ده كله تعرفي كده ان نجاح البسبوسه معاكي 100%. تمام. وطبعا من نجاح البسبوسه اللي هي تشرب السيرب او الشربات بتاعك كله، وكمان تبقى طريه اهي زي ما انتم شايفين خالص، ما نشفتش وكمان ما شققتش خالص. ده نجاح العجينه بتاعت البسبوسه معاكي اللي هي ما شققتش معايا، هي زي ما انتم شايفين ما شاء الله متجانسه وناعمه جدا جدا وملساء. ادي يا جماعه زي ما انتم شايفين خلصنا صينيه البسبوسه الروعه الجنان الجميله، يعني الوحش بجد بتاع الفيديو. زي ما انتم شايفين معظم الناس بتجيب البسبوسه الاكياس الجاهزه، لكن احنا عملناها من الالف للياء لانها طلبت مني اللي هي نعملها في البيت بدقيق السميد او السيمولينا زي ما بيتقال يعني عليه في معظم الدول وكده اهوت، بكل بساطه جدا جدا وابسط مكونات. هنبدا دلوقتي ان احنا نخلطها مع بعض، بس من نجاح البسبوسه لازم تغطيها عشان ما تنشفش منك، يعني انا كنت مغطياها كافيه الطبق ده كده عليها كده عشان ما تنشفش. تمام. بس هنبدا ان احنا نخلطها مع بعض بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين مش مشققه وما فيهاش اي حاجه، يعني والله بتدوق كده زي السكينه في الحلاوه. على راي اللمبي. اهيت ما شاء الله عليها، ولا لازقه ولا حاجه، يعني والله بجد ذوبان ذوبان. اهيت انا بقطعها بس كويس علشان تطلع معايا بكل سهوله. بسم الله الرحمن الرحيم. هي زي ما انتم شايفين هي سخنه طبعا، المفروض تبرد تتخرط وهي بارده، ما تبقاش سخنه كده. سخنه كده شايفين ما شاء الله عليها، ولا في حاجه، شايفين ما فيش حاجه محروقه، ما فيش حاجه ملسوعه من الجنب، تحفه تحفه بجد. شايفين المنظر اهي، دي يبقى ذوبان خالص اهي اهي. شايفين ده يبقى ذوبان ازاي، جميله جدا 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 كهرمان كده. شايفين مش معجنه ولا اي حاجه، بجد تحفه تحفه بجد. اتمنى ان شاء الله تكون الطريقه عجبتكم وتكون سهله عليكم باذن الله وتجربوها. ما تنسوش تعملوا لي لايك كبير قد الدنيا كده وكومنتاتكم الحلوه، وتعملوا شير للفيديو كمان، ولسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويضغط على زر الجرس ويختار كلمه الكل عشان يوصل له كل شعر جديد وكل فيديو جديد انزله في القناه باذن الله. وكنت مع ساره في المطبخ واقول لكم دلوقتي باي باي.